بونجور عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنبدأ مع بعض منهج الترم الثاني لسنة اولى اعدادي، منهج بيانفينيو. اول درس عندنا اليونيتي 4، الوحدة الرابعة، درس اسمه لو مارشي او او مارشي. والمارشي اللي هو سوق الخضار اللي بنبيع فيه الخضار والفاكهة. ويلا بينا نبدأ مع بعض، بسم الله. عندنا هنا مجموعة من الكلمات المفروض ان احنا نحفظها لانها هتنفعنا بعد كده في تكوين الجمل وفي الشوازي وفي الحاجات دي. اول حاجة عندنا دي كري ودي زابيل. الكري او الابال اللي هي النداءات، لما تبقى انت ماشي في السوق ومعروض حاجات قدامك، خضار وفواكه، ويقعد ينده عليك يقول لك تعالى الطماطم معرفش بكام والفلفل معرفش بكام، دي كده اسمها كري او نداءات. كري ابل. دي جون. دي جون يعني الناس. de toutes les âges. de toutes les âges يعني من جميع الأعمار، من مختلف الأعمار. le matin de bonheur دي كده كلها على بعضها. le matin de bonheur معناها الصبح باكرا أو الصبح بدري. frais fresh، طازجة. une boutique de souvenirs يعني محل الهدايا. une boutique de souvenirs محل الهدايا. les légumes. les légumes يعني الخضروات. ولي تومات. لي تومات يعني الفواكه، اسفه يعني الطماطم. لي تومات. لي كاروت، الكاروت اللي هو الجزر. ولي كونكمبر. لي كونكمبر الخيار. لو سيترون. لو سيترون يعني ليمونه واحده. اون ليتيو. اون ليتيو اللي هو الخس. ودي بوم دو تير. البوم دو تير على بعضها كده اسمها بطاطس. وفي دي فروي الفواكه. اون بوم تفاحة. اون بانان موزة. تمام كده. عندنا هنا دي فروي اون بوم اون بانان. عندنا كده كمان مجموعة من الفيربات عايزين نقولها مع بعض. في فيرب اسمه شوازير. شوازير معناها يختار. وفي فوندر. فوندر معناها يبيع. وفي كمان فير لكورس. وفير لكورس على بعضها معناها يعمل المشتروات. بنصرف فيرب فير ونكتب جنبها لكورس معناها يعمل شوبينج او يعمل المشتروات. عندنا فيرب prendre معناها يأخذ ويتناول. وفيرب venir معناها يأتي. واكسبوزي يعرض، زي ما البياعين الفاندور بيعرض قدامه الحاجات اللي هو الفاكهة والخضار، بيعمل لها اكسبوزيسيون او اكسبوزي معناها يعرض الحاجة. طبعا عندنا فيرب شوازير من أفعال مجموعة تانية. فوندر أفعال مجموعة تالتة. بروندر برضو أفعال مجموعة تالتة. وفينير أفعال مجموعة تانية بس ليه تصريف لوحده. وعندنا فيرب فير عارفينه. وعندنا فيرب اكسبوزي من أفعال المجموعة الأولى وبنصرفه تصريف أفعال المجموعة الأولى. عندنا adjective جديدة يعني صفات جديدة. le marché est animé. كلمة animé معناها زحمة أو مزدحم. لو زودنا لها هتبقى مزدحمة بالإيه في الفيمينا. le marché est animé يعني المارشي السوق مزدحم. les légumes sont frais et bon marché. الخضروات فري يعني طازجة، وبون مارشي معناها رخيصة. les fruits sont bons. الفروي الفواكه جيدة. وطبعا بون دي كده ايه، من الجمع. تمام كده. عندنا البروبلم اللي احنا كنا واخدينها الترم الاولاني هنعيدها تاني مع بعض. لامبول ايكاسي لو اللمبه اتكسرت او فرقعت الفو شونجي المفروض تتغير. لو ريفريجيراتور اي فيد التلاجة فارغة الفو رومبلي المفروض نملاها. لو تليفون ne marche pas او ايه اون بان يعني التليفون عطلان او مش شغال. il faut réparer يعني لازم ايه نصلحه. عندنا هنا مجموعة من الجمل المفروض ان احنا نقراها ونعرفها علشان تساعدنا في حل الاسئلة. ماما va au marché pour acheter des fruits et des légumes. ماما رايحة السوق علشان تشتري فواكه وخضروات. فواكه وخضروات. au marché في السوق il y a des légumes et des fruits. في السوق في légumes وفروي. والجمل دي مهمة وهنعرف بعد كده اهميتها. Le marchand vend des légumes expose les fruits. البائع بيبيع الخضروات وبيعرض الفواكه.
pour faire de la salade علشان نعمل سلطة il faut des tomates محتاجين أو يجب يكون عندنا طماطم des concombres خيار et un citron وليمونة. تمام كده؟ طيب عندنا كمان البوتيك دو سوفونير اللي هو محل الهدايا بيبقى فيه ايه؟ اوناشات. نقدر نشتري ايه من محل الهدايا؟ اوناشات اون كرافاتا، اون مونتر ساعة ايد، اون سانتور حزام، اون كاسيت، دي شوكولاتات، ودي لونات نظارات. يبقى dans la boutique de souvenirs on achète une cravate, une montre, une ceinture, une cassette, des chocolats, des lunettes. عندنا dans le café أو au café، وهنا المقصود بيها ده موقف سيتياسيون، المفروض نحفظ الكلمات اللي فيه ونعرف عشان ده بيجي في الكومبليت. عندنا dans le café أو au café، في الكافيه. في ايه في الكافيه؟ في ان جارسون اللي هو الجارسون اللي بيجيب لنا الطلبات، ان كليون الزبون، اون بواسون بالبي، وبواسون معناها مشروب، ان تي شاي، ان كافيه قهوه، اون جلاس اللي هو الايس كريم. الجارسون بيقول ايه؟ كاسكو فو بوفي، حضرتك تحب تشرب ايه؟ او كاسكو فو بروني، حضرتك تحب تتناول ايه او تاخذ ايه، والاتنين نفس المعنى. الجارسون بيقول كاسكو فو بوفي او كاسكو فو بروني. طيب انت بقى الكلام ده بيقوله الجارسون، لكن انت بتقول سا سي كومبيان، يعني ده سعره كام، سا في كومبيان ده بكام، l'addition s'il vous plaît. وكلمة addition معناها الحساب لو سمحت، l'addition s'il vous plaît. تمام. كمان عندنا دلوقتي جزء بيتكلم عن les lieux معناها الأماكن، علشان انت لو بتسأل على مكان مثلا أو بتبحث عن مكان هتعمل ايه؟ هتسأل شوية أسئلة pour demander le lieu أو chercher le lieu، والاتنين demander تسأل عن مكان، وchercher معناها تبحث عن مكان، le lieu. ممكن تسأل ايه؟ كذا أسئلة، 3 أسئلة أو 3 أشكال من الأسئلة. pour aller à la gare علشان أروح المحطة، أو où se trouve la gare أين توجد المحطة، أو où est la gare أين المحطة. عندك 3 أساليب للسؤال عن المكان. pour aller à la gare علشان أذهب للمحطة، أو où se trouve la gare أين توجد المحطة، أو où est la gare أين المحطة، فين المحطة. دي 3 أساليب للسؤال عن المكان. ده بقى للوصف، يعني الجزء اللي تحت ده حد بيوصف لك وبيقول لك ايه. pour vous prenez la première rue à droite، حضرتك تاخد الشارع الأولاني à droite يمين، أو à gauche شمال، أو tout droit على طول. tout droit معناها على طول، يعني à droite يمين، و à gauche شمال، و tout droit على طول أو مباشرة. ده وصف للايه؟ ده رد الوصف، رد السؤال عن المكان. انا دلوقتي بستخدم اي واحد من دول للسؤال عن المكان، وده رد الايه؟ رد على سؤالي عن المكان. ممكن تقول à droite à gauche tout droit، قبلها vous prenez la première rue. تمام كده؟ عندنا دلوقتي مجموعة من الأماكن لازم نحفظها كويس قوي، ونشوف إيه الأدوات اللي بتيجي معاها. الأماكن الأول أو لي ليو، لا جار، لا رو، لافينيو. لا جار المحطة، لا رو الشارع، لافينيو يعني الطريق الكبير، لا بلاس الميدان أو الدوران، لو بون البون اللي هو الكوبري، وفي لو بالي اللي هو القصر. لا جار، لا رو، لافينيو، لا بلاس، لو بون، لو بالي. كمان عندنا ليكول، لا ميزون، لوتيل، لوبيتال، لو كلوب. لاحظنا ان عندنا اماكن مؤنث واماكن تانية مذكر واماكن تانية بتبدأ بحرف متحرك. الاماكن المؤنث زي ايه؟ زي لو بالي، فاكرين لو مارشي، لو بون الكوبري. وعندنا اماكن مؤنث زي لا جار، لا رو، لافينيو، لا بلاس، ولا ميزون. وعندنا اماكن بتبدأ بحرف متحرك زي ليكول، لوتيل، لوبيتال. كل واحدة من دول ليها أداة بنستخدمها. إزاي؟
ليه بريبوزيسيون دو ليو، يعني ادوات اللي بنستخدمها مع الاماكن، هما دول الاربعه دول: او، الا، ا الابوستروف، واو اللي اخرها اكس. تعالوا نشوف سوا. او بيجي وراها مفرد مذكر، الا بيجي وراها مفرد ومؤنث، ا الابوستروف بيجي وراها حرف فويل، واو بيجي وراها مكان جمع او عدة اماكن مع بعض. ازاي؟ عندنا هنا اول حاجة بالنسبة لاو، او بيجي وراها المكان الايه المذكر زي ما قلت لكم، كل دي اماكن مذكرة، والا كل دي اماكن مؤنث، وهكذا. تعالوا نشوف مع بعض. او تياتر، تياتر اللي هو المسرح. او ميوزي، ميوزي اللي هو المتحف. او مارشي السوق. او ستاد الاستاد. او كلوب النادي. او زو جنينة الحيوانات. او جاردان الجنينة أو الحديقة. او ريستوران المطعم. او كير القاهرة. في كمان او سينما. تمام، كل دي أماكن مذكر، وأنا لما بقول او قبل ما انطق المكان عشان تحفظه: او تياتر، او ميوزي، او مارشي، او ستاد، او كلوب، او زو، او جاردان، او ريستوران، او كير. طيب الأماكن التانية عندنا هنا آلا بيجي وراها مكان مفرد ومؤنث: آلا جار محطة، آلا بوست البوسطة، آلا مير البحر، آلا ميزون المنزل. عندنا بعد كده الابوستروف اللي بيجي وراها حرف متحرك سواء كان الاسم ده مؤنث او مذكر: لوبيتال المستشفى، ليكول المدرسة، لوتيل الفندق. وبعد كده عندنا او اخرها اكس ومعناها للجمع، اماكن الجمع بتيجي مع الاماكن الجمع: او بيراميد الاهرامات، او زيتازوني اللي هي الولايات المتحده الامريكيه. وناخد بالنا امريكا، يعني وناخد بالنا ان او بيراميد دي اكتر حاجه بتيجي. او اللي بالاكس بيجي وراها بيراميد، دي مشهوره جدا فنحفظها كويس مع الاو اللي بالاكس. يبقى احنا عندنا الاماكن لليو قريناهم مع بعض، ودي الادوات اللي بنستخدمها مع الاماكن. تمام، نحفظها ونعرفها كويس لانها مهمه وهتيجي كده كده في الاسئله لازم. عندنا كمان في المنهج المره دي عندنا لي نمبر الارقام من 1 ل 1000. تمام كده، انا طبعا عامله فيديو عن الارقام، يعني يا ريت تتفرجوا عليه. انا هكون شارحه الارقام بالتفصيل من 1 ل 20، وبعد كده من 20 ل 100، ومن 100 ل 1000. يا ريت تتفرج على الفيديو علشان ما نضيعش وقت زياده في الفيديو ده. وانا بعتاه على الجروب، الناس اللي عندها محطوطه على جروب بريب 1 هيلاقوا الفيديو موجود من 1 ل 100 ل 1000، وموجود برضو على القناه. عندنا هنا فيرب بروندر وفيرب بوار، ودول من افعال مجموعه ثالثه وبيتحفظوا كده زي ما هم، لازم نحفظهم. هنجيب ورقه وقلم ونكتب مع بعض. فيرب بروندر وفيرب بوار. فيرب بروندر: je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent وelle prennent. فيرب بروندر معناه 3 حاجات: ياخذ او ياكل او يركب، يعني هو ممكن ينفع في المواصلات او مع الاكل والشرب، او انت تاخد حاجه اسمها بروندر. فيرب بروندر له كذا معنى على حسب سياق الجمله: je prends, tu prends, il prend, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent, elles prennent. ونركز في النهايات. عندنا كمان هنا فيرب بوار برضو من افعال مجموعه ثالثه: je bois, tu bois, il boit وelle boit, nous buvons, vous buvez, ils boivent, elles boivent. يحفظوا كويس جدا. هنا بيقول لك ان فيرب بروندر بنستخدمه مع الاكل والشرب والمواصلات زي كده: je prends un café انا بشرب قهوه. tu prends le bus انت هتركب الاتوبيس. nous prenons le déjeuner يعني احنا بنفطر او بنتناول الافطار. الفيديو اللي جاي ان شاء الله هعمل لكم مراجعه واسئله عن اليونيتي 4 عشان نكون خلصناها باسئلتها بكل حاجه. الفيديو اللي جاي ان شاء الله اشوفكم على خير، واقول لكم دلوقتي au revoir، باي باي.